إزاي الجسم بيحرق الدهون؟ إحنا طول الوقت جسمنا شغال حتى وإحنا نايمين، القلب بينبض، المخ بيفكر، الرئة بتتنفس، وده كله بيحتاج طاقة عشان الجسم يكمل حياته الطبيعية. طيب الطاقة دي بنجيبها منين؟ من الأكل اللي بناكله سواء نشويات، دهون، بروتين، الأكلات دي كلها لها عنصر طاقة اسمه السعرات الحرارية. لما بناكل سعرات حرارية على قد احتياجاتنا، الجسم بياخد احتياجاته وميزانه بيثبت وبيبقى تمام. طيب لما بناكل أكتر، الزيادة دي مش بتطير، ده الجسم بيخزنها دهون في البطن والأرداف وكل حتة ويحصل زيادة وزن. طب لما بناكل أقل من احتياجاتنا، الجسم بيحس إن إحنا الوقود قل، فيبدأ يدور على مخزن أو مصدر بديل، فيلاقي عنده كنز مخزن اسمه دهون الجسم. إيه اللي بيحصل؟ الجسم بيكسر الدهون دي لجزيئات صغيرة اسمها أحماض دهنية وجليسرين. الجزيئات دي بتدخل مصانع صغيرة جوه الخلايا اسمها ميتوكوندريا، هناك بتتحول لطاقة وبنكمل حياتنا ونقوم ونتحرك ونجري كمان. طب خلي بالك، كل ما تستمر في عجز سعرات بسيط ومنظم، كل ما الجسم يحرق دهون أكتر والميزان يتحرك والمقاسات تقل. يعني مفيش حاجه اسمها رجيم قاسي، يعني لو قللت جامد الجسم هيقول لك احنا في مجاعه ويبدا يقلل الحرق ويحافظ على الدهون ويكسر العضلات الاول، وده شيء وحش جدا. عشان كده بنقول الحل الصح ايه؟ قلل سعراتك خفيف، حوالي 500 سعر حراري في اليوم. حرك جسمك كويس حتى لو مشي، بروتين كفايه، ميه كويس، نام كويس. مع الوقت هتلاحظ ان الكرش بيقل، نفسك بيتحسن، طاقتك اعلى، مزاجك احسن، وملابسك وسعت عليك. الخلاصه، الدهون ما بتروحش في يوم وليله، بس بخطوات صغيره وثابته تقدر تخلي جسمك يشتغل ماكينه حرق ويبدا يستهلك المخزون اللي كان مضايقك.